ما عندكوش اي حق خالص كده في الشارع عادي كده، وبين اللي عمل الدين هو اصلا. طب الامهات كده، امال ولادهم هيطلعوا ايه؟ يسبحوا ويصلوا؟ يا ولاد الارجوزات. انتوا عاوزين اتنين يلبكوا على فخاتكوا بدل النشاط الزايد اللي عندكوا ده، وما تخافوش هترتاحوا بعدها. ثانية ما خدتش بالي، اصل لو اللي في بالي تبقى مشكلة كبيرة. عيد الفيديو تاني كده. اللي في بالي طلع صح يا ولاد عبيتونا. طب حصل الكلام ده فين؟ في الشارع ولا في انهي داية تاخدكم؟ ما بعيد هكا بعيد. منحب جقو منحب سامان. ينفع بس تتاخر شوية كده بس، سنة بسيطة. على فكرة الغنى من الأطفال في السن ده وحشة قوي. بسم الله. أيوة عليك نور، ما أنت حلو أهو. بسم الله عليك. لا بوسة حلال، بوسة حلال. شيل ايدك من بنطلونك. لا والله أبدا، مش حد يدب بنطلوني. طب سؤال بس، حد يخش على حد الدخلة دي؟ كمل الفيديو للآخر واشكرني بعدين. هكمل الآخر يا ستي، بس مش هشكرك علشان حاسك مش سالكة. أقول لك طالما أنت دارسة اللغة العبرية والتحقتي بالجيش الأمريكي، هو أنت واقفة كده ليه؟ يبقى أنت ضمن مؤامرة جاية تستهدف شباب الوطن العربي. CIA و FBI ومسؤولية العالم فاضيين لواحد زيك قاعد بيحك بضاته ويشم ايده ويقول انا مستهدف. إيه القرف ده يا حاجة؟ وأنا هشكرك على الكلام ده، حاجة آخر قرف صراحة يعني. أنا غلطان إني كملت الفيديو أصلا. انت مش مستهدف يا حبيبي، انت عبيط. بص يا ولد، انت لازم تاخدني مثال ليك وقدوة. انا ست ببزازي دي، واي بزاز. مش عيب يا حاجة الكلام ده؟ وعلى آخر الزمان آخد واحدة قدوة مفتخرة تبلنها؟ مش عيب تحط كلام الناس هنا؟ تحطه في حاجة حلوة شوية زي زبالة، حاجات من دي يعني. مش تحطيه في مش هكمل يا عم اقفل. بتضرب 10؟ بتقول ايه؟ بتضرب 10؟ لا والله، بس اللي دخلت الوحشة دي لو كنت فاتح الفيديو بقى واهلي قاعدين. تعالى ما تخافش، اسمع الفيديو ده للآخر واشكرني بعدين. تبقى مر على المسجز في الDM ولقيت واحد كاتب لي أنا كل يوم بضرب عليكي 10 يا فنانة. أنا ما كنتش فاهمة معناها، فكرت إنه كل يوم بيضرب له 10 بسببي، لأنهم مثلا بيغلطوا عليا أو حاجة. لا قل أدب ويتربى الصراحة، بس حاجة كده من المنطق. ازاي تعارك مع 10 أشخاص كل يوم علشانك؟ مش للدرجة دي يا فنان، عندك حسن ظن يعني. قلت له ثانك يو. فبعت لي ضحك كتير قوي. الموضوع ده استفزني وخلاني دخلت تاني على الشات، لقيته بيكتب لي لسه وبيقول انتي فرحانة ان انا بضرب عليكي 10 كل يوم؟ رديت عليه على غير العادة وقلت له لا طبعا، اكيد انا مش عاوزاك تضر نفسك، لانه ال10 اللي بتضربهم ممكن هم كمان يضربوك. لقيته لسه بيضحك وبيقول يا ديني. رحت سألت بطريقتي وعرفت ان معناها الاستمناء. عارف يا ولا لما تقعد كل يوم تضرب 10 ده معناه ايه؟ معناه ان انت بايظ، روحت خلاص، مفيش غلط. دور على اسباب ده ايه؟ فراغ، اشغل نفسك، طاقة، روح الجيم. كمان حاجة مهمة، لازم تتعود تدرب نفسك انك لما تشوف ست مثيرة انك تعرف تتحكم في نفسك علشان ما توصلش انك تضر نفسك. والله كلام موزون وجميل، بس الدخله بتاعتك دي حسيتني ان في حاجه غلط في الفيديو. بس انا حاسس ان انت كده فرحانه بالكلام ده ليه يعني؟